الفخ اللي كلنا بنقع فيه هو اننا بننسى ان الكلاب سا تعال ان الكلاب كائن مش بيعمم بسهوله. فبالتالي لما بنعلمه مهاره بشكل معين هو بيحفظها بالشكل المعين ده اللي احنا علمناه له. ولو جينا نغير الشكل شويه ممكن تلاقيه ولا كانه متعلمها وتحس ان الكلب ده بيستعبط وكده، ولكن في الحقيقه هو مش متدرب كفايه. طيب حل الموضوع ده ايه؟ حل الموضوع ده انك انت تغير السيناريوهات على الكلب، وانك انت لما تيجي تدربه على حاجه تدربها له تحت سيناريوهات مختلفه. يعني في حالتك انت الاكل هنا انت دربته على الاكل مثلا ان هو يستنى وما ياكلش وكده على الطبق، لا علمه على حته اكل، علمه على حته لعبه. كل مره لما تغير السيناريو ابدا دربه كانك بتدربه من اول وجديد. خده واحده واحده. هديك مثال سريع كده. عارف الكلاب بتاعت الحاجات المحترفه زي سهم مثلا، والكلاب اللي هي بتلعب فري ستايل اللي هو احنا بنعلمه يجي يمين وشمال ويقعد يتحرك يلزق في الرجل من الناحيه اليمين وفي الشمال ويمشي في نص الرجل والكلام ده كله. عايز اقول لك معلومه غريبه جدا. الكلاب دي لو انت علمته شمال بس انه يمشي بطريقه مظبوطه وبشكل مظبوط والكلام ده كله، وخليته بيرفكت فيه من غير ما تعلمه يمين، لو جيت تقول له اديني نفس الكلام ده على اليمين، وده بالنسبه لنا كبني ادمين لوجيك يعني، مش هيديك اي حاجه خالص، بل بالعكس هيبقى عامل زي الجحش مش فاهم اصلا ايه اللي مطلوب منه.